اول حاجه الحمد لله على هذا الانتصار. علاش الحمد لله؟ حيت تصور معايا كون كانت نتيجه سلبيه. المغاربه اللي تفرجوا البارح في ماتش المنتخب المغربي ضد نظيره الليبيري غيعرفوا باللي اداء المنتخب المغربي ليس مقنع بتاتا، كما وقع في المباراة الودية التي جمعتنا مع كوت ديفوار. ابيجان عارفين ما داروش الماتش في المستوى. فرغم الفوز في المباراة الأخيرة بثلاثية نظيفة وتصدر المجموعة، إلا أن هناك خلل في المنظومة خصوصا في الوسط. وراكم عارفين أنه ما بقى والو الكأس إفريقيا، والجمهور وصل رسالته البارح وكان صريح باللي كأس 24 خاص تكون لصالحنا. على العموم المنتخب المغربي فاز على المنتخب ليبيريا بثلاثية نظيفة دون مقابل، من تسجيل أمين حارث لافتتاح النتيجة بالهدف الأول، والهدف الثاني أتى عن طريق أيوب الكعبي الذي على كعبه وسجل هدفا رائعا من ركلة جزاء. أما بخصوص الهدف الثاني فقد سجله الوافد الجديد آمين عادلي. ولكن وخا الشيء كامل ما يعاب على المنتخب المغربي هو البطء في البناء الهجومي وإضاعة كم هائل من الفرص. ضيعنا بزاف لي سونتر، ضيعنا بزاف لي ديرنيير باس، لي ديرنيي جيست. فرغم أن المباراة قامت في المغرب وأمام الجمهور السوسي اللي عمر التيران، بانت نقاط الضعف ديالنا. دي شي تكنيك انكور، واحد المشكل اللي خصنا انكور نقادوه، الحق يجي مع الوقت. مش كنا جينا باش نربحوا، قلت لكم البارح كنا بغينا نسالوا الاولين في الجروب، وكان اون بون رياكسيون مور ماتش ديال ابيجان. شفنا الدراري في لانتونسيتي في لو جو افيك بالون. دوماج في لو ديرني جيست قبل ما نماركيو البوت الاول ضيعنا بزاف ديال لي سونتر اي لي ديرنيير باس، لي ديرني جيست. هاك ملي حلينا لو سكور الماتش مشى باسونس اونيك. احنا في واحد الفرقه اللي واقفه اللي جرب. وفي الأخير كنتمناو التوفيق لمنتخبنا المغربي، والله يكون مع أخوتنا في فلسطين.